لازم أتكلم عن أغرب بلنتي شفتها على الأقل الأربع سنوات الأخيرة. إيبانيز تدخل على ساق تمبكتي، ثم بعدها صار احتكاك الركبة اللي بسببها حسب البلنتي. والمشكلة إن حتى احتكاك الركبة ما يستدعي احتساب بلنتي، لأن إيبانيز هو اللي توجه القدم تمبكتي ما عرقله. والغريب إن الفار خلوا الحكم يشوف لقطة حساسة مثل هذه من زاوية واحدة بس. يعني أنا متأكد إنهم لو خلوه يشوفها من زاوية ثانية ما راح يحسبها لأنها واضحة. وأنا والله قبل يرجع للفار ما فكرت ولا 1% حتى اللقطة مثل هذه ممكن تنحسب بلنتي. وكيف احتكاك مثل كوليبالي فيه شك، مع ذلك ما وقفت اللعب حتى عشان تتأكد. يعني أنا ما عندي مشكلة لا تحسبها، لكن احترمني وتأكد من الحالات وارجع للفار مثل ما رجعت وحسبت بلنتي وهمي. وليش الادفانتج ما هو موجود بقاموسك؟ يعني فرصتين بالشوط الأول انكشف فيها للهلال ملعب الأهلي، ونتفاجأ بصافرة الحكم على خطأ ما يستدعي الكرت الأحمر عشان توقف اللعب عشانه. يعني مع اننا فايزين ومباراة كانت امس، الا اني عجزت اتجاوز الكوارث اللي سواها. وش عاد لو مهزومين؟